السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج وصفات مسكوتات مزيانين بالكونفيتور او كاوكاو كونكاسي وحريشات صغار ديال السميده. تبعوا معايا الطريقه، نبداو على بركه الله. بالنسبه للحريشات غادي نحتاج السميده، المقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. نضيف عليها شويه الملحه ونص كاس ديال السكر سنيده، نضيف عليهم ساشيت الفاني وربع كاس ديال الزيت. صافي ونحرك المكونات كلشي مزيان غير بالاصابع ديالي، ما نخدمش يدي كامله. بالنسبه لهاد الحريشات اللي غادي نصايب معكم في هذا الفيديو كيتصاوبوا بطريقه مختلفه على هادوك اللي كنشوفوهم ديما. هاد الحريشات هادو تقدروا تصاوبوهم الفطور ديال الصباح ولا الكاسكروط، كيجيو رائعين في المذاق ديالهم. صافي ومن بعد غادي نضيف عليهم جوج ساشيات ديال الخميره الحلويات، نزيد عليهم جوج فرماجات وشويه القرقاع مقطع طريفات صغار، كيبقى اختياري. ومن بعد نضيف عليهم دانون ديال الشوكولا، كيعطيهم واحد النكهه زوينه. صافي وهنايا غادي نخلط المكونات مزيان باش يندمجوا مع بعضياتهم. وهنايا احتاجيت كاس ديال الماء، غادي تبداو تضيفوه بشويه بشويه. تضيفوه المره الاولى وتحركوا مزيان وتعاودوا تضيفوا المره الثانيه وتحركوا مزيان حتى تساليو داك الكاس ديال الماء. وبالنسبه للخليط غادي نبقى نحركو بحال هكا غير بالاصابع فقط، ومن بعد نغطي عليها ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق. هنايا من مور ما رتاح الخليط ديالي غادي نبداو نشكلو كويرات صغار على هاد الشكل هذا ونديروهم في السميده. تقدروا ديروا السميده والكوك ولا تقدروا ديروا غير الكوك بوحدو اللي بغيتو. ومن بعد نعاود نكورهم ونشكلهم مزيان ونحطهم في الطاوه. في هاد الاثناء الفران كيسخن على درجه الحراره 180 من الفوق ومن التحت، وملي ندخلهم نخلي غير الفوق اللي شاعل حتى يتشقوا ليا مزيان، عاد نشعل عليهم لتحت. ودابا غادي ندوز نصايب معكم المسكوتات. في بول غادي نحتاج كاس ديال الماء وثلاثه المعالق كبار ديال السكر، نزيد عليهم نص معلقه كبيره ديال الخميره ونخلط المكونات كلهم مزيان. من بعد نغطي الخليط ونخليه يرتاح واحد 10 دقائق على ما تفاعليه ديك الخميره مع المكونات الاخرين. هنايا من مور ما دازت 10 دقائق غادي نضيف على الخليط ديالي بيض ديال البيضه، نزيد عليهم نص كاس مخلط ما بين الزيت والزبده دايبه، شويه الملحه، ونضيف عليهم ساشيت الفاني وحليب بودره. بالنسبه للمقادير مضبوطه راه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. صافي ونخلط المكونات مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. غادي نحتاج غير الضرب اليدوي، ومن بعد نضيف عليهم الطحين. في الاول ضفت غير 2 كيسان ديال الطحين، ملي بان ليا الخليط مازال خاصو الطحين ضفت عليه نص كاس اخر، يعني المجموع 2 كيسان ونص. انا كنعبر بالكاس ديال العنبه. بالنسبه للمقادير بالغرام راه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. صافي ونحرك المكونات مزيان. الخليط ديالي خاصو يكون شويه خفيف، ما يكونش ثقيل بزاف، بحال الخليط ديال الكيكه. كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو، هذا هو القوام اللي خاصو يكون عليه الخليط. هنايا غادي ناخذ هاد الليمون هادو الصغار، غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده ونكب فيهم الخليط. من الاحسن ما تعمروهاش حتى الفوق حيت غادي تخمر، وملي غادي تدخل الفران غادي تطلع شويه. غادي نضيف واحد القطعه ديال الشوكولا في الوسط وغادي نزيد عليها شويه ديال الخليط ونقادها مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو نفس الطريقه غادي نديرها لهم كاملين. من مور ما غنساليهم كاملين غادي نخليهم يخمروا واحد 30 دقيقه، عاد ندخلهم للفران. ومن بعد غادي نديرهم في الطاوه. السر باش انهم يجيو محمرين من الفوق غادي ديروا الصفر ديال البيضه وتزيدوا عليه شويه ديال النسكافيه مع الحليب، هكا غادي يتحمروا. غادي ندخلهم للفران يطيبوا على درجه الحراره 180، يطيبوا غير من التحت حتى يطيبوا مزيان، عاد نشعل عليهم من الفوق. صافي من مور ما وجدوا خرجتهم من الفران، دهنت من فوقهم شويه ديال الكونفيتور ديال الفريز، تقدروا ديروا اي واحد نتوما كتبغيو، ودرت من فوقهم شويه ديال اللوز كونكاسي. بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين وكيجيو مفشفشين من الداخل، رطبين بحال الكيك.
اما بالنسبه للحريشات هذا هو الشكل النهائي ديالهم، حتى هما ما كيجيوش قاصحين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وتخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. نتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى. خليتكم على خير.